اهلا بيكم في الجزء الثالث من توبولوجي بالعربي. في الجزء ده احنا هنتكلم على التراينجل. لما يكون عندنا سنجل تراينجل واحد، ازاي ممكن نتخلص منه او نعدله، نعدل البوليجون ده يكون كواد، او نتخلص من التراينجل خالص. عندنا هنا مثلا شكل فيه كيرفيتشر كده، ولو شغلنا الواير فريم هتلاقي ان انا مطبق عليه سب ديفيجن موديفاير، حاطط عليه 4 ليفلز عشان يديله التنعيمه اللي احنا عايزينها. هلغي بس الواير فريم. لو جيت من هنا كده وفي المات كاب اخترت بس كده حاجة تانية عشان تبين لنا هل التوبولوجي مظبوط ولا لا. انا اسف طبعا لو كان مزعج شوية، بس هتلاقي هنا في حاجة مش مظبوطة هنا، وفي حاجة مش مظبوطة هنا، وفي حاجة مش مظبوطة هنا، في هنا مشاكل. لو جينا خرجنا بره ده، رجعنا بس عشان ما يبقاش مزعج وشغلنا الواير فريم، هتلاقي فعلا واحنا مطبقين السب ديفيجن موديفاير في هنا تراينجل. ادي 1 2 3 4. احنا بنتكلم لو عندنا تراينجل، المقصود بان احنا عندنا تراينجل واحد ان احنا عندنا تراينجل واحد مفيش حاجه جنبه، مفيش تراينجل جنبه خالص، عشان ده موضوع تاني هنتكلم عليه. لما يكون عندك 2 تراينجل هتتعامل معاهم ازاي. فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا تراينجل واحد، وعندنا كذا طريقة عشان نقدر نتخلص من التراينجل الواحد او نحوله الى كوادز. تعالى كده نوقف السب ديفيجن سيرفيس ونخش كده شوية. فيجي مثلا هنا لو انا عندي تراينجل كده، ادي 1 2 3 ايدجز والباقي كله كواد. طيب انا عايز اتخلص منه، هعمل ايه؟ هخش على الايدجز وامسك ده، وبالالت هضغط عليه مرة، هيختار لي كل اللوب ده المتصل ببعضه، وهقول له كنترول اكس عشان اعمل ديزولف للايدج ده. بنخلص خالص، بنتخلص خالص من الايدج اللي عامل لي مشكله. لو جيت هنا دخلت على الاوبجكت مود وشغلت السب ديفيجن موديفاير، وجيت هنا كمان عدلت المات كاب ده، نبص عليه هتلاقي اللي كان موجود هنا انتهى، وكل الشيدنج بتاعه مظبوط، ما بقاش فيه مشاكل زي الشيدنج اللي هنا، والمشاكل بتاعت الشيدنج اللي هنا واللي هنا واللي هنا. واجي اخش على الايديت مود واخش على الايدجز، اوقف بس ده كده. اجي هنا، طيب لو انا عندي اللي فاتت دي اول اوبشن، طيب لو انا عندي نفس الكلام وعايز استخدم اوبشن تاني، ممكن اعمل ايه؟ ممكن استخدم النايف تول. اجي من هنا اقف على الفيرتكس دي وابتدي امشي بالنايف تول، اقطع انا ايدجز، اعمل ايدجز جديده. انا بس بعملها واحده واحده عشان خاطر لو عملتها مره واحده هيمشي في خط مستقيم، وانا عايزه يعني يلف شويه. واجي هنا رايت كليك عشان اوقف النايف تول، وسبيس بار او انتر عشان اعمل الايدج ده. دلوقتي انا ممكن اجي عند الايدج ده واقول له برضه ديزولف كنترول اكس. لو جيت هنا بقى وعملت دوست الت مع الايدج ده ليفت كليك، هتلاقي ان انت اللوب بقى متصل. ممكن اجي هنا على اللوب تول واقول له ريلاكس عشان يبقى بس ايه متساوي شويه. ده الاوبشن التاني. طيب الاوبشن التالت، وده ممكن يكون جديد عليك. اولا عايز اتاكد من حاجه، لما تكون عايز تختار الايدجز دي كلها، فانت بتدوس الت ليفت كليك يجيب لك الايدج دي كلها، ده اللوب. طب لو انا عايز اخد الايدج ده والايدج ده والايدج ده والايدج ده، اعمل ايه؟ هدوس الت مع كنترول وادوس على الايدج، هيختار لي كل الرينج ده، الرينج اللي احنا اخترناه. طيب هاجي هنا هختار ده واختار برضه كنترول الت واختار كل الرينج ده، تمام؟ لان انا عندي هنا المشكله هنا صح، وكل الايدجز دي زياده. لو انا دوست ام وقلت له بقى كولابس، هيضم الايدج اللي كان موجود هنا مع الايدج اللي هنا ويعمل ايدج جديد، ويبقى كل اللوب مظبوط. الت ليفت كليك، اخترنا كل الايدجز دي وبقى لوب مظبوط جدا. ايه الاوبشن اللي انا ممكن اعمله كمان؟ ممكن اجي بالنايف تول ادوس كي واجي هنا في اي حته على الايدج ده، ولو دوست شيفت هيجيبني في نص الايدج بالظبط، وابتدي اطلع لفوق كده عشان بس يبقى ماشي مع الكيرفيتشر بقدر الامكان، وادوس سبيس بار.
فتحول الفيس ده الى 4 كوادز. يعني دلوقتي كده جي جي طلعوا لفوق بس شويه كده، فبقى عندي هنا ادي ايدج التاني التالت الرابع، وتخلصت تماما من التريانجل اللي كان موجود. ولو جيت عملت لوب هتلاقيه بياخد اللوب مظبوط. طيب هو ما خدش ده برضه مظبوط، ولا انت بتقول اي كلام؟ هقول لك لو رجعت للدرس اللي فات هتلاقي ان هنا الفيرتكس دي طالع منها كام ايدج؟ ادي 1 2 3. فده بقى اسمه ان بول. والان بول بيجي لما تيجي تختار الايدج كده وتختار دوس الت وتختار الايدج ده، هيبقى مش عارف يمشي كده ولا يمشي كده، لان ده ان بول فبيقف وبيستناك انت تقول له هو يمشي ازاي. بس الفكره ان انت قدرت تحول الفيس ده الى كواد بدل ما كان تريانجل. لو جيت بقى هنا خرجت بره الايديت مود، رحت للاوبجكت مود وشغلت السب ديفيجن موديفاير، وجيت هنا هتلاقي ان المش بتاعك الشيدنج بتاعه بقى مظبوط. خلينا نتاكد كده مع بعض، نختار من المات كاب ونختار دي، هتلاقي ان كل الشيدنج مظبوط ما عدا الحته اللي فيها الان بول اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات. واتكلمنا على ان الان بول حاول بقدر الامكان ما تبقاش على كيرفيتشر سيرفيس، حاول ان هي تكون موجوده على فلات سيرفيس مفيش فيها اي مشاكل. التريانجل برضو لو هو على فلات سيرفيس مش هيعمل مشاكل، او لو السب ديفيجنز كتيره شويه 4 5 6 متهيألي الماكسيمم بتاعها 6، مش هيبقى التريانجل باين قوي، هتبقى حاجه بسيطه مش هتتشاف. كل ده احنا بنحاول نفهم التوبولوجي مع بعض، بنحاول نفهم لما يكون عندنا تريانجلز ممكن نعدلها ازاي. وفي الدرس ده احنا اتكلمنا على السنجل تريانجل وادينا 4 طرق نتخلص بيهم من السنجل تريانجل. في الدرس الجاي هنتكلم على لما يكون عندك اكتر من تريانجل ازاي ممكن تتخلص منهم. ومعنى كلمة تتخلص ان انت يا اما تشيل التريانجل خالص، تشيل الايدجز اللي عاملة المشاكل، او تحوله الى كواد بوليجون. اتمنى يكون الدرس الصغير ده مفيد بالنسبة لكم، وان شاء الله هنكمل في التوبولوجي في السلسلة دي، توبولوجي بالعربي، لان بصراحة انا ابتديت احس ان انا كنت متصور ان في ناس كتير مش تبقى حابة التوبولوجي ان هو موضوع رخم، بس انا بصراحة يعني بكل اتجاهي ان نتعلم الموديلنج من الاول كده صح. طالما انت عايز تبني لنفسك كارير فلازم تبقى بتعمل الحاجه بشكل مظبوط، وتبقى فاهم انت بتعمل ايه، ولما يكون عندك مشاكل تتخلص منها ازاي، وبتتعلموا وانا بتعلم معاكم كل مره، لان احنا بنشتغل مع بعض على التوبولوجي، فكل مره هنتعلم حاجه جديده وهنزود مهاراتنا انا وانتوا مع بعض. شكرا ليكم ونشوفكم على خير قريب جدا.